تمكنت قوات مكافحة الإجرام التابعة لأمن ولاية تيزي وزو من توقيف أكثر مطلوب العدالة صاحب 11 أمر بالقبض المدعو بابلو الفلاح. نتابع أكثر تفاصيل في تقرير ياسر العربي. هذه ليست صورة ممثل أفلام هوليودية أو مجرم من أمريكا الجنوبية، بل هو أحد أخطر المبحوث عنهم في ولاية تيزي وزو، شاب يبلغ من العمر 30 سنة. إنه بابلو الفلاح، قصة أخطر مجرم بولاية تيزي وزو. اشتهر بابلو الفلاح بهذا الاسم نسبة لمزارع القنب الهندي التي يملكها في أعالي تيزي وزو، وتقمصه شخصية بابلو إسكوبار بكل تفاصيلها، من المزرعة، البيت الريفي، إلى العمل المافيوي. تأثره ببابلو إسكوبار يظهر جليا في الصور التي ينشرها عبر الفيسبوك وطباعته لصورة إسكوبار وصورته على قميصه. اتخذ بابلو الفلاح من المناطق الجبلية الوعرة مسرحا لتنفيذ مخططاته الإجرامية، حيث تكررت اعتداءاته بالسلاح الأبيض على المواطنين وممتلكاتهم، وأخذ يشهر للأسلحة التي يتاجر بها علانية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أسلحة نارية من مختلف الأصناف ومخدرات بكميات مختلفة. وبفضل التنسيق المحكم بين مختلف الوحدات الأمنية العملياتية في الميدان، وبعد عملية استعلاماتية دقيقة، تم تحديد مكان تواجد بابلو الفلاح، حيث تمت مداهمته ليلا من طرف الوحدات الخاصة في مكافحة الإجرام لأمن ولاية تيزي وزو على 10:10 ليلا بالمكان المسمى عين الزبدة بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. ورغم محاولة بابلو الفلاح الإفلات من الشرطة وإطلاقه لأعيرة نارية رفقة شركائه، إلا أن عناصر الأمن كانت له بالمرصاد لتوقفه و13 شخصا من شركائه. الموقوف اتضح أنه محل 11 أمرا بالقبض صادر عن جهات قضائية لتورطه في عدد كبير من القضايا الجنائية. عملية الشرطة التي كللت بالنجاح أسفرت عن حجز بندقية مضخية، مجموعة خراطيش، مسدس آلي، وكمية من المخدرات، 4 سيارات سياحية، و12 هاتفا نقال، لينتهي مسلسل الرعب الذي زرعه بابلو الفلاح في المنطقة، وتنتهي أيضا قصة تأثر بابلو الفلاح ببابلو إسكوبار. أسفر حادث مروري خطير على مستوى الطريق الوطني